عمرك حسيت إنك قلقان من غير سبب واضح؟ أو إنك لازم تعمل حاجة معينة عشان ترتاح؟ أو إن فكرة معينة بتلف في دماغك ومش راضية تمشي؟ الموضوع مش ضعف شخصية، ولا قلة إيمان، ولا إنك شخص سلبي. أحياناً الموضوع ببساطة مسارات عصبية اتبرمجت غلط. المخ بيحب التكرار. أي فكرة تكررها كتير، أي خوف تعيشه كتير، بيتحول لمسار سريع في دماغك، زي طريق في الصحراء. كل ما تمشي فيه أكتر يبقى أوضح وأسهل. المشكلة إن الطرق دي مش دايما صح. لو زمان اتعرضت لموقف إحراج، ممكن مخك يقرر الظهور قدام الناس خطر، ومن يومها كل مرة تيجي تتكلم قدام حد يجيلك توتر غير منطقي. مش لأنك ضعيف، لكن لأن المسار اتقوى. الكتاب بيشرح إن الحل مش إنك تحارب الفكرة، لكن إنك تعيد توجيه انتباهك. يعني لما يجيلك القلق، بدل ما تقول أنا قلقان في حاجة غلط، قول دي دايرة عصبية قديمة اشتغلت. وبعدين اسأل نفسك، أنا هغذي المسار ده ولا هبني مسار جديد؟ كل مرة تختار تتجاهل الفكرة أو تكمل رغم الخوف، أنت كده بتضعف المسار القديم. وكل مرة تستجيب له، أنت بتقويه. الموضوع لعبة تكرار. دماغك ممكن يضحك عليك، بس أنت تقدر تعيد برمجته، مش في يوم، لكن بالتكرار الواعي. لو عمرك حسيت إن في عادة مسيطرة عليك، افتكر، أنت مش المسار العصبي ده. أنت اللي تقدر تختار تمشي في طريق تاني. لو وصلت لحد هنا، اكتب أنا هبني مسار جديد. اشترك في القناة عشان نكمل وعي سوا، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.